السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب في كورس ال OOP Fundamentals. النهارده هنتعلم في الكورس ده عن ال Object Oriented Programming وازاي نطبق عليه وازاي نستخدمه في حياتنا اليومية وعامة في الكود بتاعنا عشان نقدر نكتب كود كلين أكتر ويكون سهل إن احنا نصلحه بعدين. طيب هتيجي تقول لي يا باشمهندس ليه طيب احنا بنستخدم ال OOP أو عامة ايه أهمية ال OOP؟ عامة ال OOP بشكل عام هو موديل Real World Entities. يعني مثلا يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مثلا عايزين نبريزنت مثلا الشجرة أو القطة. مثلا القطة ليها ودان وعين وراس وجسم وهكذا. ده عشان نعمل له زي representation او شكل ليه في الكود. ده المرحله دي بنعمل حاجه اسمها object oriented. يعني احنا بنكريت نفس الحاجه اللي في الحياه الواقعيه بنكريتها تاني في الكود. العمليه دي اسمها object oriented programming. طيب ده بيفيدنا في ايه؟ في ان احنا طبعا اي فكره تيجي في دماغك هي ازاي نحولها لكود. فده مهم ليك كسوفت وير انجينير او كبروجرامر ان يكون عندك الكونسبت بتاع الاو بي بروجرامنج، لان هو كده كده في اي شغل وفي اي دراسه في اي جامعه حتى لازم تكون عندك اساسيات. طيب بعد كده الانكريز الريزابيلتي. مثلا يعني ايه؟ يعني الكود بتاعك يكون سهل ان هو يتقري، يكون سهل ان هو يتعدل عليه، يكون سهل ان هو يكون نصلحه بعدين وهكذا. وطبعا يكون سهل على التيم بتاعك ان هو يراجعه بعديك يعني الكود بتاعك. طيب فدي كلها حاجات مهمة. أو ليه عامة ليه نذاكر الأوبي؟ بالنسبة للكورس بقى بتاعنا، الكورس بتاعنا هيتقسم لإيه؟ الكورس الكور أوبي كونسبت اللي احنا هنشرح فيه الحاجات الأساسية في الأوبي، والأوبي بيتكون من إيه؟ سواء كلاس أوبجكت كونستراكتورز والحاجات دي كلها إلى آخره. وبعد كده الأدفانس الأوبي باترنز، ونعمل بس في الآخر إيه؟ بروجكت صغير كده يجمع لنا كل الكونسبتس دي في بروجكت واحد، بحيث إنك تقدر لما تيجي تراجع على الأوبي بشكل عام يبقى بس هتفتح البروجكت ده تفتكر الحاجة ويكون سهل ليك إنك تراجعه بعدين في الآخر. طيب إحنا بقى هنتعلم إيه بالضبط؟ هنتعلم حاجات عن الclasses، إزاي initiate object، إزاي إيه أهمية الconstructor والdeconstructor وإزاي نستخدمهم صح، وإيه اللغات اللي نتعامل بيها مع الموضوع ده، إزاي نطبّق بقى حاجات concepts زي encapsulation الabstraction الinheritance الpolymorphism. فكل الحاجات دي لو عدّت عليك أو مثلًا في منهجك في الكلية أو حاجة أنت اتسألت عليها قبل كده ما كنتش تعرفها، فأنت الcourse ده هيشرحها لك بشكل كويس. والزيادة عليهم بقى إن إحنا بس مش هنعمل الحاجة دي بس بلغة برمجة معينة أو لغة برمجة واحدة، لأ هنتعلم بالجافا، بالبايثون، بالسي بلس بلس. واشمعنى ليه ال3 دول؟ علشان أغلب الجامعات المصرية مثلًا في سنة أولى وسنة تانية عامةً بياخدوا حاجة من ال3 دول. وأغلب برضه الأشهر لغات في العالم أو أشهر لغات برمجة هي نفس اللغات دي، وهي اللي مبنية أصلًا على الOP. يعني مثلًا حاجة زي الجافا هي كلها OOP. تمام؟ ف فكرة إنك تطبّق على لغة أصلًا مبنية على الOP ده هيساعد ويسهّل ويوصّل الفكرة بالنسبة لك أحسن بكتير. وفي نفس الوقت فكرة برضه عملنا إيه، إنها في كذا لغة وكذا. هادّي لك المثال ب3 لغات برمجية بحيث إنك تقدر إيه، تطبّق عليهم براحتك. الكورس ده هيكون معاه شوية حاجات كده تساعدك، أو مش مجرّد بس الفيديو اللي أنا هاشرح لك فيه الحاجة، هيكون معاه زي PDF كده بسيط فيه الكلام اللي أنا قُلته في الفيديو، مش الscript لكن هو الشرح العام اللي أنا قُلته في الفيديو. لو في مثلًا code examples اللي أنا كاتبها طبعًا هاكونها لسه حاططها برضه في الPDF أو رافعها على GitHub. لو في diagrams مثلًا لو إحنا رسمنا حاجة أو حاجة باشرح فيها حتى على الapplication اللي أنا الweb site اللي هو excel draw ده. لو حاجة مثلًا حابين نرسم عليها أو حاجة رسمنا مثلًا رسمة أو شرحنا diagram معيّن، برضه هانزّل لك الرسمة دي زي ما هي في الresource بتاعة الفيديو، سواء بقى كان في الdescription عندك أو على أي منصة أنت بتتفرج عليها سواء اليوتيوب أو غيرها. طيب وبرضه هيكون في زي quiz كده أو شوية أسئلة سواء في الPDF أو سواء أنا حاطط لك link امتحانٍ ما في مكانٍ ما، برضه عشان تخش تدرّب إيدك فيه عشان أول ما تخلّص الفيديو تروح مطبّق على طول عشان المعلومة تثبت بالنسبة لك كويس. طيب أهم حاجة في الموضوع ده الcommunity أو الحاجة اللي إحنا هنذاكر فيها سوا. يعني طبعًا أنت ذاكرت وتمام وكل حاجة وعايز تطبّق وطبّقت وزي الفل، بتحتاج مثلًا تشارك الناس أو تعرف حاجة، يا إما مثلًا تشارك على LinkedIn بتاعك أو تنزّل post عن الحوار ده، أو إنك هنعمل إن شاء الله هنعمل زي جروب تليجرام الناس كلّها هتتكلّم فيه وتشارك فيها الأسئلة بتاعتها اللي هتُقف معاها. وطبعًا كده، كده هيكون في GitHub repo وهيكون محطوط عليها الكود بتاعنا. وطبعًا لو في أي feedback أو أي سؤال عندك تقدر تسألني فيه على أي رسالة تواصل هاحطها لك في الdescription تحت، سواء فيسبوك، LinkedIn، إنستجرام. وبرضه يعني إيه، ده هيكون بشكل عام الكورس. طيب فيالّا بينا بقى نبدأ في أول درس، وإن شاء الله أخش يعني إيه، على أول درس في الOOP.